في آخر مناشدات من تبقى من مدنيين بمخيم اليرموك جنوب دمشق مطالب جدية بوضع شرطة مرور للحد من الازدحام وإغلاق الطرق الناجم عن عمليات السرقة والتعفيش. وفي آخر تساؤلاتهم عن جنسية وهوية هؤلاء الغرباء الجوعى لكل شيء، يأتي الجواب سريعا من حسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله اللبنانية. إلى القيادة السويرية، إلى الجيش العربي السويري، وإلى كل حلفائهم الأوفياء، لنبارك لهم تحرير دمشق ومحيط دمشق وريف دمشق بالكامل. كل هذا الخراب والتدمير والسرقة والنهب تحرير بمفهوم نصر الله وما يسمى بحلف الممانعة والمقاومة. فيتساءل أهالي المخيم ذوي الغالبية الفلسطينية مجددا عن معنى ومفهوم الاحتلال، إن لم يكن ما يجري لحاراتهم ومنازلهم الاحتلال بعينه. تعفيشات ولا جامعة فلسطين؟ آخر الصور القادمة من مخيم اليرموك تكشف عن استباحة كاملة لأموال وأرزاق وممتلكات المدنيين على يد ميليشيا النظام، أو ما يحبذ حلف الممانعة تسميته بالجيش السوري، إلى جانب ميليشيات من المرتزقة الفلسطينيين يطلق عليهم للمفارقة لواء القدس، وميليشيات شيعية متعددة عراقية ولبنانية تتبع لحزب الله. أينما توجهت عدسة الكاميرا ترصد أكواما من الأجهزة الكهربائية لبرادات وغسالات ومكيفات وصولا لاسطوانات الغاز، فيضطر المحررون هنا لجلب شاحنات كبيرة لنقل تلك المسروقات. تقول شبكات محلية في المخيم إن شابا فلسطينيا قتل بدم بارد أثناء محاولته منع مجموعة للميليشيات من سرقة وتعفيش منزله، في حين طالبت منظمات محلية ولجان شعبية فلسطينية منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بالضغط على نظام الأسد لوقف استباحة المخيم وعمليات السرقة والنهب. وهنا تساءل ناشطون عن جدية اللجان ومناشداتها، لا سيما أن تعفيش سوريا بحسب وصفهم يجري على يد آل الأسد منذ نحو 50 عاما، ويتواصل اليوم بصورة أوضح من سرقة وتهجير وتغيير ديموغرافي بشهادة وربما رعاية أممية.